النائب طلال أرسلان يؤكد أن القيم التي مثلها الشهيد صالح العريضي ساهمت في فتح الطريق في 11 من أيار. أحيت بلدة بيصور والجبل الذكرى الثانية لاستشهاد عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني القيادي صالح فرحان العريضي بحضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان والوزير غازي العريضي ومسؤول حزب الله في الجبل الحاج بلال داغر. إرسلان وفي كلمته أكد أن الشهيد رافق كل أبناء الجبل، رافق النائب وليد جنبلاط بالأحداث الأليمة والأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية، ولو أجمعت كل ما هناك من عبارات لا يستطيع أن يعطيه كل حقه. مش جايين لنكرم الشيخ صالح الله يرحمه بقدر ما جايين نكرس الخط والتوجه والقيم اللي كان يمثلها الله يرحمه الشهيد الشيخ صالح العريضي. هذه القيم وهذه الثوابت وهذه المواقف هي اللي فتحت لنا الطريق ب11 أيار، هي اللي فتحت لنا الطريق لتثبيت الشعار الوطني المقاوم والشعار الوطني القومي. وأضاف إرسلان: نحن هنا لنكرس ونؤكد هذه الثوابت الوطنية وسوف نكمل هذه المسيرة.